السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الرواني او كيكة الزبادي او كيكة البسبوسة. ساعات بيقولوا عليها كيكة الرافاني او رافاني كيك. الكيكة دي طرية جدا وهشة جدا، مجرد ما احط فيها الشوكة بتتقطع بكل سهولة. فيها نكهة جوز الهند، مقاديرها مظبوطة جدا. لو اول مرة تشوفوني، انا منى عبد العزيز. ما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول وندخل على المقادير. معايا كوبايتين من المية وكوباية سكر واحطهم على النار. ده الشربات. معايا 3 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ. احط عليهم رشة فانيليا ومعلقة كبيرة خل. اضربهم كويس بقى بالمضرب لحد ما الخليط معايا لونه يفتح معايا، ولحد ما يتضاعف حجمه معايا. هنزل عليهم بكوباية سكر وارجع اضرب تاني معايا. هنزل عليهم بكوباية لبن رايب او زبادي. اللبن ده انا مرواه في البيت. وهنزل عليهم بمعلقتين سمنة ونص كوباية من الزيت. نزلت بالزيت. هنزل بقى بكوباية دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، نص كوباية جوز الهند، رشة ملح. هنزل بكوباية من دقيق السميد. بقلب الخليط ده كويس قوي مع بعض. ومعايا صينية مبطناها بحتة سمنة وبرشة دقيق. ابطن الصينية كويس وانزل فيها بالخليط دوت. بهز الصينية كويس عشان اي فقاعات فيها. بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، والفرن يكون سخن مسبقا. ما بتاخدش معايا تلت ساعة. الشربات بيكون سخن والكيكة بتبقى معايا سخنة. هتكون عطشانة جدا، هتشرب الشربات كله معايا. هقطعها كده واقدر ازينها بقى بجوز الهند. تقدري تزينيها بقشطة، تقدري تزينيها بكريز، اي حاجة تقدري تزينيها بيها، بس هي طبعا دي بجوز الهند. وبكده خلاص وصفتنا النهاردة خلصت. ما تنسوش بقى تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.